محمد رمضان اتعرض لمواقف صعبة كتير في بداياته، وكتير منها كان سبب في نرجسيته وغروره اللي الناس كلها بتنتقده عليها، وكمان استعراضه لأملاكه وفلوسه وكل الحاجات دي. أصعب موقف مر عليه هو بدايته اللي كانت على المسرح، في عرض كان البطل فيه هو علي الحجار، ومحمد رمضان اتطرد من المسرحية. لكن يا ترى إيه السبب؟ محمد رمضان تعب وشقي ولف كعب داير في مكاتب المنتجين عشان ياخد فرصة، ومفيش حد كان بيعبره ولا بيديله اهتمام. وبسبب ملامحه العادية وإنه مش شاب وسيم ولا حاجة، وزي ما هو قال قبل كده، لما مخرج يقول لي سيب صورتك واكتب عليها رقم تليفونك وهنبقى نكلمك، كنت ببقى عارف إن محدش هيعبرني، لأن أنا ولا شعري أصفر ولا عينيا ملونة عشان ينبهروا من صورتي. محمد رمضان بعد ما أخيرا حس إن ربنا فرجها عليه والدنيا ضحكت له وهيعدي الناحية التانية، لما اشتغل في مسرحية بطلها علي الحجار، وفي جمهور كبير بيحضر العرض كل يوم. رمضان كان واكل الجو وبيطلع كل مجهوده وتركيزه وهو على المسرح، وكان بيستعرض خفة دمه. فجأة لقي واحد جايله بقلم ألماظ وبيقوله دي هدية من الشيخ فلاني بسبب إنك ضحكته وبسطته. رمضان كان طاير من الفرحة، لأنه وقتها كان خاطب ومش عارف يتجوز، والألماظ اللي معاه ده مش بس يجوزه، ده كمان يحقق له كل أحلامه. لكن الحجار اتضايق لما شاف الموقف ده، وفجأة دخل على محمد رمضان الكواليس وقال له تلم حاجتك وتمشي من هنا، مالكش شغل معايا تاني. محمد رمضان استغرب وقال له أنا عملت إيه غلط يا أستاذ؟ قال له من غير ما تعمل، اسمع الكلام واتكل على الله، وإياك أشوفك على المسرح. رد عليه رمضان مش انت اللي تقولي امشي، في مخرج للمسرحية هو اللي من حقه لو شايفني وحش أو مش ملتزم يمشيني. وقتها المخرج قال لرمضان محدش يقدر يمشيك، انت أهم واحد في المسرحية ودورك عاجب الناس وانت ممثل موهوب. رمضان كمل لبس وكان بيستعد عشان يطلع على المسرح، لكنه اتصدم لما لقى 4 رجالة بيكتفوه وبينيموه على الأرض وبيضربوا فيه ومنعوه انه يطلع يمثل. رمضان قال بقيت قاعد على جنب مش مصدق اللي بيحصل، هو أنا في مسرح ولا في وسط عصابة؟ ولما رحت للمخرج تاني أحكي له لقيت موقفه اتغير، وقال لي معلش يا ابني مالكش مكان هنا، امشي دلوقتي، ولو في حاجة كويسة مناسبة ليك قدامي هكلمك عشان تشتغل. رمضان وصف حالته ساعتها إنه كان عامل زي العيل الصغير المضروب على دماغه، مش مصدق إن نجم كبير زي علي الحجار ممكن يغير من نجاح شاب لسه بيبدأ طريقه، ولا إن مخرج كبير ممكن يبقى قليل الحيلة بالشكل ده ويسمح بشغل العصابات ده يكون موجود. والحقيقة إن علي الحجار ما طلعش ولا مرة يرد على الكلام ده، لكن المقربين منه أكدوا إنه حكى لهم على اللي حصل بالظبط، وقال إن لما الراجل الخليجي بعت الهدية لمحمد رمضان علي الحجار اتضايق، مش عشان غيران منه ولا حاجة. علي الحجار وقتها كان نجم في السما ومحمد رمضان جنبه لا يذكر، لكن اللي خلى علي الحجار يفقد أعصابه إنه فنان حقيقي ما بيحبش جو الهدايا والحاجات دي، عشان كده عمل الموقف ده. ولما ممثل على المسرح يقدم حاجة حلوة للجمهور فده واجبه، لأن الجماهير دي دفع تمن تذكرة عشان تدخل تتبسط وتستمتع بفن حقيقي. لكن محمد رمضان خد الموقف اللي حصل في سكة إن علي الحجار بجلالة قدره غيران منه، وعمره ما نسي الموقف ده. ومن وقتها وهو عاوز يكون أسطورة حقيقية ما تكررتش قبل كده. وبعد ما كسر الدنيا وأجره وصل إنه يكون الأعلى في الوقت الحالي، قال إنه مدين بالفضل لعلي الحجار، لأن الموقف اللي حصل ده خلاه يزيد في إصراره وخلاه متأكد إن الوسط الفني مش سهل، وإن اللي موجودين فيه مش هيسمحوا بنجاح شاب جاي من تحت الأرض لا هو منهم ولا معاهم، جاي غريب عليهم من غير واسطة ولا محسوبية، وداخل بموهبته وحلمه وإصراره. يا ترى أنت شايف الموقف من وجهة نظر علي الحجار ولا من وجهة نظر محمد رمضان؟